بسم الله الرحمن الرحيم. كده نادي الزمالك ليه ضربة جزاء وعليه طرد، واحسن حاجه ممكن تصرف فيها، ودي نصيحه اخويه مني، انك تصرف النظر عن تشكيله اسوريو مدرب نادي الزمالك. في نقطه بس حابب اقولها لكم كده في الاول، لما كنا بنشوف الاستعدادات الفنيه اي حد بيتكلم عن اي فريق يجي يقول لك مثلا ان الفريق ده تشكيلته الاساسيه كذا، العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها مثلا كذا، ويعد لك 5 6 لعيبه. هل ده موجود دلوقتي في نادي الزمالك؟ لا. خدوا بالكم بس من النقطه دي عشان هي الموضوع كله. معنى كده او معنى كلامي، لو جبت تشكيله نادي الزمالك كلها وقلت مثلا مين الباك الشمال الاساسي مش هتعرف، مين المساكين الاساسيين مش هتعرف، مين لعيبه خط الوسط الاساسيين اللي بيعتمد عليهم برضه مش هتعرف. معنى كده ان انت يا عم اسوريو لسه ما وصلتش للتشكيله الاساسيه بتاعتك او للتوليفه الاساسيه بتاعتك. انت دلوقتي ريحت دونجا وريحت عمر جابر والمسلوسي ليه؟ عشان تريحهم لماتش الترا سولار. انت مغلوب من الترا سولار هناك 2-0. انت زي ما بقول ما وصلتش للتوليفه الاساسيه، فانت لو هتجرب خطه لارتر اسرار او مجهز خطه لارتر اسرار، على الاقل كنت جربها قدام المقاولين العرب في الشوط الاول. ما كنتش خسرت اللعيبه اللي المفروض لعيبه اساسيه وانت بتريحهم لارتر اسرار، وانا ما اعرفش امتى كانوا اساسيين اصلا، لان نادي الزمالك ما لعبش غير 3 مباريات، ما فيش لاعب فيهم لعب اكتر من 120 دقيقه، ما فيش لاعب فيهم لعب مباراتين اصلا ورا بعض، صح كده؟ وراجعوا المباريات ما فيش لاعب فيهم لعب مباراتين ورا بعض. فتعبوا امتى؟ انا ما اعرفش. اعتمدت عليهم انت بشكل اساسي امتى؟ برضه انا ما اعرفش. فانت ريحته؟ لا، الاولى بيك والعقل بيقول وقالب به كوره بتقول ان انت لحد دلوقتي ما وصلتش للتوليفه الاساسيه، فكنت المفروض تجرب خطتك قدام المقاولين العرب عشان عندك ماتش مهم ممكن او في احتماليه كبيره ان انت تخرج من بطوله زي الكونفدراليه. فكنت جرب الاول في المقاولين العرب قدام المقاولين العرب، كنت ممكن تضمن الفوز من الشوط الاولاني، بعد كده خرج اللعيبه دي ريحها، مفيش اي مشكله. حاجه بقى اللي انا مستغرب لها، انت لعبت طول المباراه من غير راس حربه، لعبت من غير سيف الدين الجزيري، ومحدش يقول لي ان هو بيعاقب سيف الدين الجزيري، لان المدافع عبد المجيد كان برضه عمل مشكله وبرضه لعبه، مفيش اي مشكله. طب انت بقى كنت مقعد سيف الدين الجزيري وناصر منسي ليه؟ قاعد 2 فراوده جنبه بيلعب من غير راس حربه، والافتكاسات بقى والعبقريه، وعم جوارديولا بقى بيرزع. فين في الاخر؟ صفر. انا بقول لك والله احسن حاجه تصرف فيها، اصرف النظر عن تشكيله الراجل ده، ما تتعبش نفسك. بالنسبه بقى لنيمار اللي انت مقعده جنبك على الدكه، قول لي انت مقعد نيمار ليه؟ بتريحه؟ لا، ما انت ما خرجتش بره التشكيله مع الثلاثه التانيين. نيمار هو اللي خلاك او هو اللي صنع لك الفرق في مباراه بيراميدز، وهو اللي عمل لك الفاولين اللي انت جبت منهم الهدفين، هو الوحيد اللي كان عارف يطلع بالكوره من الجبهه اليمين. ما لعبتوش ليه؟ ايه اللي عمله وحش مثلا في مباراه بيراميدز عشان ما تلعبوش النهارده في مباراه المقاولين؟ نضاي ده انت كل مره بتنزله ليه؟ ايه الاستفاده الفنيه اللي انت بتستفيدها من واحد زي نضاي؟ اي حد يجيب لي كده من اول، من ساعه ما نزله في مباراه النصر لحد النهارده، نضاي ده بينزل ليه؟ مفيش اي سبب يقول ان انت تنزل نضاي وان انت تقعد نيمار على الدكه. مفيش اي سبب فني، واتحدى اي حد ان يقول لي سبب فني مقنع ان هو بيعتمد على نضاي وقعد نيمار. فزي ما بقول لك والله اختصار الراجل ده كده بالنسبه لي انك تصرف النظر عن فكره وعن تشكيلته، لان لا في فكر ولا في تشكيل اساسي زي ما بقول لحد دلوقتي، ولا في عناصر اساسيه، ولا في شكل لعب اساسي، ولا في اي حاجه بيقدمها اسوريو مدرب نادي الزمالك. في النهايه ماتش المقاولين خلص بالتعادل، وخسرت 2 بونت مهمين جدا في الدوري، وكمان ما عملتش تشكيله او ما حاولتش ان انت تجرب خطه تلعب بيها الترا سولار. ماتش حصلتك منه 0. فزي ما بقول لكم والله نصيحه مني، اصرفوا النظر عن تشكيله الراجل ده، ودي احسن حاجه ممكن تصرف فيها الفتره دي.